في ليلة سينمائية بطعم الاحتفاء، شهد المركب السينمائي ميغارما بالدار البيضاء مساء الاثنين العرض ما قبل الأول لفيلم الوترة، أحدث إبداعات المخرج إدريس الرخ، أجواء مفعمة بالشغف والتشويق، حضرتها وجوه فنية معروفة وفاعلون من داخل المشهد السينمائي. شكرا للمايسترو إدريس الرخ. وهو كيف ما قلتي حلم ديال حميد الرايس اللي هو حميد الصرغيني. كنا كنعرفوا حميد الصرغيني المغني الشعبي، ولكن حتى واحد فينا ما كيعرف حميد الصرغيني الممثل او الفنان اللي عنده بزاف ديال الميولات. اليوم هو حاضر معنا، جا اليوم باش يشوف الحلم ديالو على ارض الواقع، وجا اليوم باش يشوف الثمره ديال الحلم ديالو والثمره ديال الحب ديالو للفن اللي بدات صغيره وكبرت مع فريق عمل محترف ورائع. غادي نخليوه حتى هو يتكلم على الحلم ديالو، حميد الرايس وحميد الصرغيني. اولا كنشكركم وتصفقوا على راسكم بعد اللي جيتوا عندنا وجيتوا معنا هذا الفيلم ان شاء الله اللي ان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقى واحد الصدى في القلوب ديال المغاربه بصفه عامه، لان السينما المغربيه محتاجه الافلام اللي تكون فيها الغناء ويكون فيها الدراما ويكون فيها يعني في قالب واحد، فيلم واحد اللي تسجل في حقبتين في سنتين. يعني كانت معاناه كبيره والحمد لله ها هو الفيلم ان شاء الله باش تفرجوا فيه. وكنوجه الشكر للمخرج العالمي خويا ادريس الرخ اللي ثق فيا وصاحبي، وزدتو ثاني تدور اللي تمثل معايا لانني كنتجاوب معاه بزاف ديال الحوايج كنتلاقاو بزاف. حاولت من الامكان يكون معايا هو الدور الرئيسي باش يلقاو النجاح. في قلب الحكاية يقف شعيبة، فنان شعبي بسيط يعزف على آلة الوترة، حالم بالكرامة، تائه بين نغمة الأمل وصمت الخيبة. هذا الدور الذي ارتدى تفاصيله الفنان الشعبي حميد الصرغيني لم يكن مجرد تمثيل، بل كان تجسيدا نابضا لحياة تنزف على إيقاع الهامش بأداء آسر وحضور طاغ. نقل الصرغيني جمهوره من ضيق القرية إلى تعقيد المدينة، مرسخا نفسه كصوت جديد في لغة الصورة. الوترة هو فيلم كيجسد المعاناة ديال فنان شعبي مغربي يهاجر من المدينة من البادية إلى المدينة، وكي بيحقق الحلم ديالو هو والابن ديالو مع توالي سنوات الجفاف. كي بيحقق الحلم ديالو كفنان كيوجد راسو في واحد الدوامه ديال عنده ولد خالته في واحد الكاريان، وهو كيأثر عليه في الحياه ديالو وكيسلبوا منه الحياه ديالو، ولكن كيبقى هو كفنان كيحاول يقاوم ويبغي ينوض من الحفر اللي كيقع فيها، ولكن كيلقى راسو متاثر بحوايج اللي ما كانش قادر عليه وما كانش داير بحسابه، لانه راجل فنان نايف. وهذا ما كيخلي الفيلم عباره عن واحد القصه اللي متشابكه وفيها مجموعه من الاحداث الدراميه والاحداث الموسيقيه، يعني انسان غيلقى راسو او لا غيلقى يشوف شي فنان فيتشافو في هذه الوضعيه. بالنسبه للفيلم هو الفيلم ضاف لي لانه كان عباره عن حلم ديال حميد الصرغيني من شحال هذا باش يتحقق، وكان المراد لان الفيلم بعد لقائي بالمخرج العالمي ادريس الرخ حاولنا انا وياه عندنا تربطني بصداقه. حاولت في الامكان نطوروا الفيلم اللي كان من سيناريو وحوار هشام شبدال، وحاولنا ملي طورنا الفيلم وصلنا للنتيجه ديال شعيبه اللي الحمد لله شعيبه لقى تجاوب كبير مع مجموعه من الناس اللي مشجعين الفن الشعبي المغربي وخصوصا آلة الأوتار. السيناريست جاج هو السيناريست سي شاب زيد هو السي شكدال هو هذا هو السيناريست. ما كيبانوش هما مع هو اللون ديالو اسمر وانا اللون ديالي ابيض. هو حليب بالنسبه لهذا الشيء اللي انا واحد الكلمه مقتضبه. الفيلم الوترة هو فيلم فيه بغينا نقولوا شقين في الكتابه، الشق التراثي والشق الفني السينمائي. الشق الفني السينمائي هو تيتجسد في الممثلين، والشق التراثي تيتجسد في الوترة. حنا من خلال هذه الكتابه ديال السيناريو بغينا نوصلوا التراث ديالنا عبر بوابه السينما. تتعرفوا بان القنوات كثروا دابا التلفزيه، والوسيله الوحيده باش نوصلوا التراث هو السينما، كما تيديروا الهنود كما تيديروا المصريين. وسي لا بروميير فوا توضع آلة
وهذه الاله هي شخصيه من بين الشخصيات الاساسيه ديال الفيلم، يعني عندها بطوله مشتركه. يكتمل النسيج الدرامي للفيلم بحضور ثلة من الأسماء التي تركت بصمتها في المشهد الفني المغربي: سحر الصديقي، طارق البخاري، إلهام قروي والشرقي الساروتي. نسجوا شخصيات تتقاطع في مسارات الألم والتحدي، مانحين للفيلم زخما إنسانيا وحيوية درامية تنأى به عن النمطية. انسجام الفريق أمام الكاميرا منح الحكاية بعدا بصريا عميقا، حيث امتزجت التجربة بالأداء والواقع بالخيال. سعيدة اليوم بالعمل ديال الوترة اللي أخيرا غادي يشوف النور، واللي تسنيناه لواحد المدة كبيرة، اشتغلنا عليه بكل الحب. فريق عمل جد جميل، كان في واحد التناغم واحد التناسق. إضافة هذه الشخصية هذه إضافة ليا بزاف أنايا في المسيرة ديالي بالنسبة ليا، لأن الاشتغال مع الفنان الممثل المخرج دريس الروخ بالنسبة ليا كان إضافة كبيرة في المجال ديال التمثيل. السلام عليكم. المهم انا المشاركه ديالي كيوتيوبر، انني شاركت في هذا الفيلم اليوم مع واحد المخرج اللي هو كبير سي دريس الروخ، ومع حميد السرغيني في البطوله ديال الفيلم ديال الوطن. صراحه الفيلم زوين وكوميدي، وتا الدور اللي تعطاني كان دور ديال المحامي، عجبني فيه الدور زوين، لان كانت واحد الشخصيه مغايره على الشوط، يعني كان واحد ديفيرونس بزاف ما بين اليوتيوب والتمثيل. هو الفن الشعبي، الوتره غادي تحسوا بانه من خلال ملي غتفرجوا في الفيلم غتحسوا بانه كيتكلم على الفن بصفه عامه كنموذج. الوتره كتخاد كنموذج، دونك هو الفن، خاصه الفن الشعبي. كنعرفوا حنا الفن الشعبي الاكثريه ديالهم كيجيو من واحد الوسط اللي هو يا شعبي، اللي هو يا اما فقير يا اما متوسط. دونك وبالتالي كيخصو يقلب على عيش كريم من خلال الفن ديالو، ما كيبقاش بانه كيعطي الفن فقط حبا في الفن، وانما العيش الكريم باش يجبد فهمتيني حتى هو يعيش مرتاح، يلبس مزيان، ياكل مزيان الى غير ذلك. دونك هذا هي المعاناه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي غادي نشوفها في الفيلم ان شاء الله. إدريس الروخ الذي يقف خلف الكاميرا وأمامها يخوض في الوترة مغامرة فنية مزدوجة يمزج فيها بين الرؤية الإخراجية وتجربة الأداء التمثيلي. الفيلم يسافر بين زمنين 1997 و2024 في تقاطع سردي يفتح نوافذ على الذاكرة. دائما نتحدث عن الوترة بطبيعة الحال، والوترة هو فيلم اللي كان الحلم ديال حميد السرغيني على اساس انه يشتغل على موضوع فنان شعبي كيخرج من الباديه الى المدينه، ولكن خروجه مع عائلته في ايام في لحظات من لحظات الجفاف 97 الى مدينه كبيره جدا وعملاقه، ولكن راح في واحد العائله اللي هي ديالو، واللي هي كتعيش في واحد الكريان، واللي هي بارونات ديال المخدرات. وبالتالي خلال حياته كلها في الكريان فقد بزاف ديال الحوايج، فقد العائله ديالو، فقد الابن ديالو، فقد الزوجه ديالو، ولكن الاهم من كل هذا فقد نفسه. ولكن ما فقدش حاجه واحده، هو الوتره. تشبته بالوتره انه خلى انه يتدحرج ويمشي سنوات طويله جدا من 97 الى 2023 هو يعيش هذا الحلم ديال الوتره اللي كان دائما هي كل حياته، هي الحب ديالو، هي نفسه، هي اكثر من نفسه. لكن في هذه المسيره هذا نكتشفوا ايضا ان علاقه الفنان او علاقه الانسان عامه عندما يحلم فانه يحلم في بعض الاحيان ولا يستطيع تحقيق الحلم ديالو، لانه لا يعرف ماذا يفعل، لانه يتماهى مع الشهوات، يتماهى مع الاشياء اللي هي ما استطاعش انه يحققها في بلاصته اللي نبت فيها، في المكان ديالو، في القريه ديالو. وعندما خرج من تلك الفضاء بحال خرجت الحوته من المكان ديالها فكان مصيره الموت. سي فري كو هو ما ماتش، ولكن ماتت فيه بزاف ديال الاشياء، باتت فيه بزاف ديال القيم، ماتوا فيه بزاف ديال الاشياء اللي غادي نكتشفوا في نهايه الفيلم كيف سيتعامل معها. في الفيلم ايضا نتحدث عن الوتره كوتره وتطورها من الاماكن ديالها في الحلقه، في الاماكن ديال الاسواق،
الى القصاير، الى اماكن الكباريات، الى اصبحت في 2023 نشتغل بالتكنو، والوتره اصبحت لها مكان مهم في خريطه الموسيقى ليس فقط المغربيه ولكن الموسيقى العالميه بصفه عامه. الوترة ليس فقط شريطا سينمائيا، بل مرآة تعكس تحولات اجتماعية وثقافية بلغة بصرية موسيقية تلامس القلوب قبل العيون. في زمن تتداخل فيه الحقيقة بالوهم، يأتي هذا العمل ليعيد للسينما المغربية نبضها الإنساني، ويمنح للجمهور قصة من لحم ودم تعزف على وتر الوطن وترددها أرواح تبحث عن الخلاص.